واش حفيظ دراجي كيتفرج فينا ولا كيحلم بينا؟ مرة أخرى المعلق الجزائري ما عجبوش الحال وخرج بتصريح غريب كيقول أن تأهل الأسود كان غير مقنع وأننا ربحنا بزز. واش هذا تحليل رياضي ولا عقدة نفسية باينة؟ المنتخب الوطني دار المهم والنتيجة هي الحكم 1-0 وتأهلنا رسميا للربع النهائي وهذا الشيء اللي كيهمنا كاملين. السيد الراجي قال لك فزنا على منتخب متواضع، واش ناسي ان الكرة في افريقيا تبدلات، ما بقاتش شي حاجة سميتها منتخب صغير. تنزانيا داير الطوبيس وحطت 10 ديال اللاعب اللور باش تقتل اللعب، ومع ذلك الاسود عرفوا كيفاش يجيبوا الربح بذكاء. في ادوار خروج المغلوب المهم هو الكاليفيكاسيون ماشي الاستعراض والزواق الخاوي. هذه هي عقليه الابطال اللي كتجيب الالقاب. الدراجي كيهضر على الاداء ونسى الضغط الرهيب ديال اللعب في بلادك وامام جمهورك، ورغم كل شيء الاسود كانوا رجال في التيران. بصح غياب الفنان أناحي كان مؤثر، ولكن قائد اشرف حكيمي كان في الموعد. حكيمي هز الفرقه معنويا وتقنيا وبين الجميع شنو كيعني تكون كابتن ديال المغرب. رسالتنا ليك السي المعلق واضحة، وبغينا نقولوا ليك ركز شوية مع منتخب بلادك، ولا يمكن حيت الأسود هاربين عليكم بزاف وليتو حاضين غير شنو دار المغرب وكيفاش ربح المغرب. حنا عارفين أن النجاح ديالنا كيسبب لكم الحساسية، وهذا الشيء كيزيدنا غير إصرار. وليد الركراكي عارف اش كيدير، والدراري عارفين ان الطريق للقب كيبغي الصبر والقتاليه. المغرب غادي في طريقه الصحيح والقافله تسير والنباح خليناه المليح. خوتي المغاربه وحرار، مبروك علينا التاهل، والرد ديالنا ديما غيكون في التيران، ديما مغرب. واش انت واعر في التوقعات؟ ماتش اليوم فيه الفلوس، الموقع في البايو داير بونوس 100%، حطيتي 200 درهم كيعطيوك تلعب ب 400 درهم. ما تضيعش الفرصه، الرابط في البايو، وطريقه التسجيل سهله مهله.